بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا النهاردة بيتزا محشية في 4 دقايق بس، بدون مبالغة، في 4 دقايق بس. أخدت مني 4 دقايق بس. يعني الطفل الصغير هيقف يعملها بدون عجن ولا خبز ولا مكونات أصلا. يعني من بواقي عندك هتعملي أحلى بيتزا. شايفين الحشو؟ خطير. انا عملتها باللي عندي، تقدري تعمليها زي ما انا عملتها كده بحاجه بسيطه جدا هقولك عليها. بجد 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 هتاكلي منها. ده الحجم الكبير، يعني 3 4 يكفوا 6 افراد. حلوة قوي. يلا بينا نبدأ بقى نشوف. الله على الجبنة، طبعا سايحة، كانت سخنة جدا مش عارفة امسكها. انا كنت عايزة اوريها لك من جوه. الحشو خطير. اول حاجة، على نار هادية نجيب طاسة كبيرة بالحجم اللي انا هعمله، وادهنها زيت كويس قوي. والمكون الرئيسي بقى عندي عيش التورتيلا، وادهنه دهنة كاتشب حلوة كده، دهنة جميلة كده. واحط بقى فيه الحشو اللي انا عايزاه. اول حاجة احطها جبن موتزاريلا، ودي اللي بتخلي من تحت، بحطها من تحت الحشو ما يقعش مني. انا بحط الجبنة الموتزاريلا من تحت الاول، وبعدين بقى احط زيتون، فلفل اخضر. انا كان عندي سلامي، حطيت سلامي. انت تقدري تحطي آه لانشون، تقدري تحطي هوت دوج، تحطي سوسيس، تحطي سجق، تحطي فراخ، تحطي اللي انت عايزاه. برضو احط جبنة تاني علشان الحشو ما يقعش منها، ورغيف تاني عيش تورتيلا. اظن مفيش اسهل من كده. واسيبها بقى على نار هادية. افضل اضغط عليها كده بس عشان الجبنة تمسك فيها، تمسك وتلزق. خلاص كده. وبعدين ادورها كده. طبعا مش لازقه معايا في الطاسه خالص، جميله جدا. اهو ابدا اشوفها من تحت، هتلاقيها اتحمرت خالص. انا كده عملتها. جبت طبق وقلبتها على الناحيه التانية. ما بتاخدش بالظبط على النار دقيقه من ناحيه دي ودقيقه من ناحيه دي، وبتتحمر وبتبقى مقرمشه وروعه من بره كده، مقرمشه تحفه. طفيت النار وقدمتها وقطعتها، وخلصت الوصفة. سهلة وبسيطة، وتقدري تبدعي في الحشو اللي انت عايزاه. وزي ما انت شايفة كده، بصي سخنة طبعا، والجبنة خطيرة وسايحة ومليانة حشو، والحشو مش واقع. وبجد بجد يعني الأولاد الصغيرين هيقوموا يعملوها. سهلة، وتقدري تعمليها بالعيش التورتيلا أو بالعيش الشامي. وأفكار كتير قوي من دي سهلة وبسيطة نعملها، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.